انتوا متاكدين ان الراجل قال لكم تنزلوا من الكبانيه؟ ايوه متاكدين، بس مش ده اللي قلقني. المشكله ان السباكه في العماره دي مش كويسه، فانا خايف الكبانيه ده ما يوديناش عالم الجن. امال هيودينا فين يعني؟ ممكن بعد الشر يعني يودينا عند سلاحف النينجا. بص يا سيد، احنا ونصيبنا، احنا هنركب الكابينيه ومكان ما يقف هننزل. بس عارف لو وصلنا انا مش هركب عربيتي تاني، انا هتحرك بالكبانيه بس. طب خدوا بقى شنطه الدجاله اهي، وخدوا السندوتشات دي عشان الطريق. طيب حطيتي لي المايوهات ومضارب الراكت في الشنطه؟ مايوهات ومضارب راكت ايه؟ هو احنا طالعين مرسى مطروح؟ احنا هننزل عالم الجن. طب يلا انا هركب هنا. يلا. لا يا حبيبي، انا اللي هركب جنب الشباك. انا هركب وانا راجع. لا ماليش دعوه، انا بحب اركب جنب الشباك. انجزوا واخلصوا بقى. ننجز ليه وانت جاي معانا؟ لا عايزه اخش الحمام. طيب يلا بسرعه. يلا بسرعه. مين اللي هيصرخ صرخه الانثى ومين اللي هيدوس؟ انت صرخ صرخه الانثى عشان صوتك رفيع، وانا هدوس. ماشي. متشكرين يا عم سيد يا ابو الاصول. مش قصدي والله، بس انت صوتك رفيع فعلا. ماشي. انت بتضحك على ايه؟ بتضحك على ايه؟ شكلك حلو قوي انت بتصرخ صرخه انثى. ماشي. طب انجز طبعا عشان ننزل بسرعه. يلا دوس. استنى طيب. يلا هصرخ. صرخ يلا. سيد انت كويس؟ الحقنا يا فخر انا بغرق. يا ابني انا واقف لك على القعده اهو، هات ايدك هات. ايه ده؟ احنا خرجنا في حمام برضو. ايوه يا ابني، ما احنا ركبنا من حمام يبقى هنطلع في حمام. بس مفيش اي حاجه هنا تدل ان احنا في عالم العلم والجن. اسمه عالم الجن، ما تقعدش تقول لي علم والجن عشان تخوفني. بقول لك ايه، اسالني الواد اللي هناك ده قول له ايه الدنيا. كابتن. انسان. ده عفريت بجد يا فخر، عفريت بقرون. يا نهار اسود، انت خدت بالك يالا؟ ده خاف مننا. لا مش لدرجه خاف مننا يعني، هو تلاقيه بس اتكسف لما لقينا واقفين عريانين في الحمام فجري. ايه ده؟ احنا واقفين عريانين؟ لا مش عريانين. طب امال بتقلقني ليه؟ بتقلقني ليه يا ابني؟ انا ناقص؟ هو مش طبيعي برضه يا فخر يعني ان عفريت يخاف مننا. يا حبيبي احنا عندهم فيخافوا مننا، زي ما هم يبقوا عندنا فاحنا نخاف منهم، فاهم؟ انت كداب يالا، ولا فاهم ولا زفت والله العظيم. بص يا بابا، الموضوع بسيط، عامل زي دوري ابطال اوروبا كده، ذهاب وعوده. برشلونه على ارضها بتعمل ايه؟ بنخاف منها. واحنا لما تجيلنا برشلونه بنعمل ايه؟ بنخاف منها برضه. طيب يبقى احنا تمام يا بابا، في ايه؟ افتح لنا الشنطه دي، شوف لنا الدجال حاطط فيها ايه. شنطه الدجال؟ ما هو انا سبت شويه حاجات منها في البيت قبل ما اجي. انت بتتكلم بجد؟ ده انا يا عم بهزر عليك واحد، انا قلت بس اقول لك مفارقه لطيفه كده يعني تخفف من عناء الموضوع اللي احنا فيه. طب انجز. طيب ايه؟ انجز، افتح لنا شوف لنا الشنطه دي فيها ايه. في كتاب اهو. حلو، ده اكيد هيفيدنا في وقت، حطه. ماشي. الحاجه دي تحافظ عليها زي عينيك. ماشي. وفي ايه ده؟ في زجاجتين. ايه ده؟ ايه دول؟ مش عارف، ده غالبا عصير فراوله، وده عصير بنطلون جينز. الفرقه دي؟ لا ما هو مفيش فاكهه زرقاء فخر. ايوه صح، عندك حق. هي الصراحه كانت مفارقه، بس لما لقيت دمها تقيل فقلت اخدها في الجد يعني. طيب ما تهزرش بقى هنا تاني. ما تهزرش هنا تاني. خلاص يا فخر. احنا مش واقفين في حمام الفور سيزون، احنا واقفين في حمام في عالم الجن. طب يا فخر اعمل ايه طيب؟ يعني اقف كده ثابت كده وخلينا نشوف هنعمل ايه. زي ما بقول لك، عندكم بني ادمين في الحمام. بني ادمين في حمامنا؟ دي حاجه غريبه قوي. اللي انا اعرفه ان احنا اللي بنطلع لهم في حماماتهم، مش هم اللي بيطلعوا لنا. لا اسمح لي، دول عيال عفاريت. ما هم ولا شياطين حمر ولا جن ازرق، لونهم ابيض، يبقى اكيد بني ادمين. ابيض؟ لا انت شكلك تقلت العيار حبتين، زودتها شويه. انا مراقبك من الصبح على فكره. وعموما انا هاجي معاك الحمام عشان اكد لك ان حمامنا نظيف ومطعمنا نظيف، مفيش الحاجات دي. اتفضل اتفضل. تعالى تعالى، مفيش حاجه. السلام عليكم. لو سمحت عايز اسال حضرتك سؤال واحد. عمر يا باشا. ما لمحتوش اي حاجه غريبه وانتوا في الحمام جوه؟ هو في اغرب من اللي احنا فيه ده؟ انت مش مستغرب؟ يستغرب ليه؟ ده عفريت.
واحنا عفاريت يا سيد. احنا لسه بنقول سلام عليكم يا امك. حاجه غريبه زي ايه حضرتك؟ اصل الاستاذ بيقول ان في بني ادمين في حمامنا. بني ادمين؟ يمكن قصده علينا قبل ما ندهن. طب ما تكمل له الحكايه بقى، قول له على السحاوي وقول له على الفلوس واخواتنا وكل حاجه. زلة لساني، زلة الهزار لساني. خدني بس. طب اسكت يا سيد. انا خايف او خايف منه جدا. لو عييت هنا هيحرقونا. انا هتخنق. ما تتعياش ما تتعياش خالص يا بابا. لا يا باشا، هو الصراحه كان في بس حاجه غريبه، بس انا اللي استغربتها هنا يعني على المكان النضيف ده. الشطاف كان بايظ شويه. شفت؟ يعني مفيش بني ادمين، الشطاف هو اللي بايظ. بعد اذنك ما تروجش اشاعات على مطعمنا لو سمحت. اتفضل حضرتك على ترابيزتك. اعدم قروني شفتهم جوه. ما خلاص يالا يا تنح انت يالا، ما قال لك مفيش بني ادمين يا. امشي غور على ترابيزتك يلا. ماشي ماشي. منورين يا فندم. ربنا يخليك يا باشا. ينفع نخش ندفع حاجه؟ ادفع براحتك يا فندم. حبيبي يا ريس. بعد اذنك. اتفضل. صباح الفل مولعه. عاو. فخر، عايز ايه؟ هو اللي قاعد هناك ده عفريت ولا جدي؟ لا هو اكيد عفريت. مفيش جدي بيقعد على الكرسي ويتكلم كده. هو انت ليه مش ملون تحت عينك؟ ولا ده اجهاد؟ يا عم الازازه خلصت مني، وبعدين لو حد سالنا احنا مقشرين ليه كده هنقول له ان احنا راجعين من الساحل. ماشي. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا باشا. تشربوا حاجه؟ شوف كده هتشربنا ايه؟ اجيب لكم زفت، اجيب لكم قطران. ما تتكلم عدل يا جدع انت. انا مش فاهم ايه قله الذوق دي. يا فندم ده اللي موجود في المنيو. في زفت، في قطران سخن وساقع، في كمان مشروب اللهيب الغير كحولي، في كمان بقى سموزي جهنمي لذيذ قوي هيعجبك. انا هاخد السموسي الجهنمي اللذيذ اللي هيعجبني قوي ده. اوكي، وحضرتك؟ لا يا باشا، انا هاكل وبعدين اشرب. اوكي يا فندم. شكرا. هو انت اشمعنى طلبت المشروب ده بالذات؟ عشان ما بحبش بقيه المشروبات. فانت عارف ده وبتحبه يعني وجيت تشربه زي ما بتشربه هنا على طول. يا فخر ما تقطمنيش يا فخر، انا بملى مع الراجل عشان ما يفقسنيش. انت عارف ان انت اول ما تشربه هتموت يا سيد؟ بجد يا فخر؟ بجد يا فخر، ده ابتداء بزفت وقطران، قمت انت متفزلك ومتشملل ومختار الانجليزي سبوسي اتش مش عارف ايه، رحت مختار. شوف لنا الكتاب بس مكتوب فيه وهنوصل لخالد ده ازاي. ده شكله جدي جدي. ما تقعدش بقى تتسحل معاه، بقول لك ايه، عايز تتسحل اكتر بص على اللي لابس اسود. يا دين النبي. ايوه انا بقول لك مش هنخلص بقى، هنبص دي شعرها ودي دماغها مش موجوده وده مش عارف عامل ازاي، مش هنخلص. اقرا لنا بقى الكتاب ده ايه الدنيا. بص يا اخويا، الكتاب مبدئيا اسمه كيف تعيش مرتاح في عالم الاشباح. انت هتشتغلني ولا دي مفارقه من مفارقاتك؟ لا والله مش مفارقه خالص، حتى ما تضحكش يعني، هو اسمه كده. خد اقرا. تمام. لا لا لا، انت فهمت ايه؟ انا مش قصدي يعني اقول انك ما بتعرفش تقرا وتكتب. ما انت قلتها يا سيد. والله العظيم مش قصدي خالص ان اعايرك بانك جاهل. ما انت بتعمل كده يا سيد دلوقتي حالا. يا اخي انا عمري ما جت في دماغي الفكره اصلا انك امي. امي؟ انا مش امك يا سيد. بقول لك ايه، انا بعرف اقرا على فكره بس انا بكسل. لا هو الصراحه انا فخر انت بتعرفش تقرا. لا بعرف اقرا. طب احلف كده فخر انك بتعرف تقرا. ما ينفعش احلف واحنا في عالم الجن، وبعدين احنا لسه خارجين من الحمام. ماشي. اتفضل. بص، اول حاجه بيقولها الكتاب لازم نبقى لابسين التوك اللي على دماغنا دي اللي هي القرون. احنا تمام كده. تاني نقطه، احنا لازم نقوم ندهن دلوقتي حالا يا فخر. انت بتتكلم بجد؟ امال اللي في وشنا ده ايه، بوسه مثلا؟ سيد ركز في الكتاب بالظبط وشوف هنوصل لخالد ازاي. حاضر يا اخويا. اهو اهي النقطه دي بقى هي اللي بتقول لنا ازاي نوصل لاي عفريت، اسمه وعنوانه وكده يعني. لازم نروح السجل المدني بتاعهم، قسم اللبس والتلبيس. حلو. شوف لنا بقى عنوان السجل المدني عندك. مش مكتوب، بس مكتوب قسم اللبس والتلبيس. احلى سموزي لاحلى عفاريت في الدنيا. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا باشا. ده جايب لك ام علي اهو يا عم كمان. اتفضل. تسلم ايدك. ده ليا انا؟ ربنا يخليك. تسلم. معلش يا باشا ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضل يا فندم. هو فين عنوان السجل المدني؟ ده اخر الشارع بعد سينما جهنم الصيفي على طول. تمام يا باشا. هسالك سؤال تاني. تحت امرك. هو بيفتح امتى الصبح بالظبط عشان نلحقه من اول النهار؟ الصبح. لا ما فيش حاجه يا باشا، شكرا خلاص انا عارف. متشكر قوي. هذا نايس تايم. ايه اللي انت بتتهبب تقوله ده؟ مفيش حاجه عندهم هنا اسمها الصبح، عندهم هنا ليل بس. يا سلام، انت هتشتغلني انا؟ انت عمر طلع لك عفريت الصبح؟ انا عمري ما طلع لي عفريت اصلا. يعني ما طلعلكش الصبح، يبقوا بيطلعوا بالليل بس، يبقى ما عندهمش الصبح عندهم ليل.
يا ابن اللذينه، شوف لما بتشغل دماغك يا سيد بتبقى نور وبتفهم ازاي. بنكمل بعض يلا، بنبقى عاملين زي حسام وابراهيم كده. برافو عليك. تستحق بقى تنتحر وانت مستريح. شوف بقى هتنتحر بالسموزي ولا بام علي؟ لا انا مش هقدر اشرب ولا كل الحاجات دي. لا 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 انا هاكلك ام لا، علي لا. جميله. يلا لا، يا لا، الله لا. اكبر يا قمر. يلا افتح بقى افتح بقى. الجو هنا برد قوي على غير عندنا. ايوه ما هم عكس عندنا، يعني بيبقى عندهم شتاء احنا بيبقى عندنا صيف، زي تايلاند كده، والعكس برضه. لو عندنا احنا صيف هم يبقى عندهم شتاء. يا دي النيلة يا دي النيلة يا حضرة، دي رابع مرة تعدي عليا وأقول لك إن موضوع إنك تلبس عمرو دياب ده مش تخصصي، مش قراري. وبعدين تعالى هنا، أنت مين أنت؟ شهادتك إيه أنت؟ مؤهلاتك إيه أنت عشان تلبس الهضبة ذات نفسه؟ يا مدام لازم البسه. عارفه ليه لازم البسه؟ ليه يا أخوي؟ عشان لو اتساب انا هيجيلي تعب اعصاب. يا مدام ده حلم حياتي من وانا عفريت صغير، وزي ما حضرتك بتقولي دي رابع مره اجيلك فيها وانا سايب الورشه وقافلها في المرج. ارجوكي حاولي تساعديني. أولاً عنيسة، ثانياً إن شاء الله تكون جاي من جهنم. أنا مالي لما تيجي الأستاذة فايقة من أجازة الوضع تبقى تشوف موضوعك. تعالى لنا بعد شهر. يا مدام عنيسة عنيسة أنت أطرش. قرف ده على الصبح اللي بعده. مساء الخير يا فندم. أهو مسا وخلاص. أؤمر. الامر اللي احنا بس كنا جايين. أما مختار اعمل لي كوباية زفت، عايز اظبط دماغي. وهات لي مية نار معدنية، أهم حاجة تكون معدنية، ما بشربش غيرها. حاروا نار في جتتك يا فندم. تسلم يا أخويا. ها معلش كنا عايزين نسأل بس على عنوان واحد. اسمه إيه الواحد ده؟ اسمه خالد ابو الوفا. مفيش أي حاجة تانية تميزه؟ هو لابس واحدة اسمها دعاء. تمام. خالد ابو الوفا، خالد ابو اهو لقيته. تمام. طب ممكن تدينا عنوانه بقى؟ لا الموضوع ده مش اختصاصي، لما تيجي مدام فايقه من اجازه الوضع تبقى تشوف الموضوع ده. عدوا علينا كمان شهر. ايوه بس شهر ده كتير جدا. انا مالي يا اخويا، انا مالي. انت هتوجع لي دماغي ليه؟ ورايا شغل قد كده. طب وحضرتك متعصبه علينا كده ليه؟ انا مش فاهم يعني. متعصبه ولا متهببه؟ انت مالك؟ انت جاي تشوف مصلحتك ولا تطمن عليا؟ وبعدين نخلص بدل ما اوريك العين الحمراء. يما وبعدين يا فخر هنعمل ايه؟ اديها رشوة. اديها رشوه؟ طب بعد اذنك يا فندم ممكن اديكي رشوه؟ شو هو في كده؟ انت عبيط يالا؟ دي اسمها رشوة، يعني خش رش على طول. اديلها على طول كده من غير ما استاذنك؟ ايوه يا عم، مش الراجل ادانا فلوس في الشنطة دي؟ معايا فلوس. طب طلعها. انت كنت شايلها ليه؟ عشان تغيرها من الصرافة لما نرجع؟ امسك انت دول عشان ما تطمعش. ماشي. طيب وكده نيجي كمان قد ايه؟ لا كده الموضوع اختلف. عدي عليا كمان اسبوعين. طب وكده؟ لا كده تعدي عليا بكره. طب وكده؟ عيني على الدنيا وعلى حالة زمان ده. لا كده يا بيه حضرتك هبقى اعمل لك برنت دلوقتي حالا. شايف الناس الكمل؟ دقيقه واحده. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لك ايه يا عفريت النهار؟ أمرني. ورشة لوست خالد فين؟ الشارع الجاي على ايدك الشمال. تسلم لي يا حبي. عايزين نعمل اللي اتفقنا عليه بالظبط، نسترجل ونجمد قلبنا. ما تقلقش هنكسر الدنيا. نكسر الدنيا ايه؟ احنا نازلين في العيد. يا حبيبي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والنبي كنا عايزين لوست خالد بس. احنا الأسطى خالد. انتوا مين؟ انا اوك. وانا اورتيجا. مروني. كنا عايزين بس نتكلم معاك في موضوع على هداوه كده. موضوع ايه؟ من الاخر كده البت دعاء اللي انت لابسها دي تخصنا، وعايزينك تخرج منها عشان ما نعملش معاك الغلط. اللي انتوا ما تعرفوش بقى ان دعاء دي تخصني انا، وانا معايا ورق يثبت كده، وشكل انا بقى اللي اعمل معاك الغلط. ارجع يا ما تضيعش نفسك عشان واحد تافه زي ده شتمك.
خالص ما تعملش كده. ما تخافش منه يا ده خش وقش وكراتين فاضيه. يبقى انت بقى كده ما سمعتش عن كابتن خالد ابو الوفا. اوعى تكون فاكرني من عفاريت السيكي ميكي اللي بيسكنوا الحمامات ولا الحتت المهجوره يا ده انا جايبها من تحت تناجرني سفلي يالا. ما تشعلش اللهيب وترجع تخيب. ايه؟ ما تشعلش اللهيب وترجع تخيب. خد بالك يا الواد ده قريب محمد رمضان. وفي واحده كمان. ايه؟ ما تولعش النار وتعمل حوار. لا ده كده قريب بشرى. واقدر اقول لك كمان يالا. ولا اخشع يا انسان اقلع التوكه يالا. ايوه احنا بني ادمين. انصرف. صرخ زي ما انت عايز، محدش هيسمعك. وعلى فكره محدش يقدر يشوفنا ولا يسمعنا غيرك. ايه ده بجد يالا؟ انا بقول له كده بس عشان يخاف. انت بتسحلني وراك ليه؟ انت بتسال دلوقتي ليه اركب نمره. انتوا دخلتوا هنا ازاي؟ احنا نقدر ندخل اي مكان ونخرج منه عادي عادي عادي. وعايزين مني ايه؟ ولا خلاص يالا. ما هو قال لك يالا انت غبي. عايزينك تخرج من دعاء اختنا. دعاء مين؟ اختنا. اختكم؟ ايوه. انا اسف جدا. اتفضل يا فندم. اتفضل. انا بعتذر جدا عن اللهجه الشديده اللي انا كنت بتكلم بيها. انا اسف جدا يا عمي. بلا عمك بلا ابنك لخص. انا عايز اقول لحضرتك ان انا فعلا بحب دعاء وما اقدرش استغنى عنها. ايوه بس انت عفريت وهي انسانه، ما تركبش يعني. انا عارف انها ما تركبش، بس انا محوش قرشين وهسافر لبنان واعمل عمليه وابقى انسان. ايه ده هم في لبنان بقوا يعملوا العمليات دي كمان؟ ده في ناس كتير عاملين العمليه دي وعايشين وسطكم وانتم مش حاسين بيهم. زي مين؟ يعني زي قصقص وحمدي المرغني ونص بتوع مسرح مصر. ايه بس اعتقد حمدي المرغني ما عملش العمليه دي. حمدي عملها وفشلت. اقسم بالله انا قلت ان وشه ده مش وش بني ادم ابدا. ده بيطلع قدامي على التلفزيون في مسرح مصر بحس ان انا بتفرج على فيلم رعب. انا عايز اقول لك يا عمي ان انا هعيش دعاء عيشه انسانيه سعيده جدا. على فكره بقى فخر، انا بدات اقتنع بيه. بس ما تزعلش مني يا خالد. اتفضل. واضح ان مستواكم الاجتماعي اقل مننا شويه. ايه ده؟ هو اللي فارق معاك مستواه الاجتماعي بس؟ طب على فكره بقى مستواه الاجتماعي ارقى مننا بكتير. احنا شحاتين. انا عايز اعرف حضرتك بس ان انا املك شقه 150 متر 3 غرف. ده اول حاجه. تاني حاجه عندي فكره مشروع تاكلنا الجمر، الا وهي محل لبس. ايه ده؟ بناطيل وتيشيرتات وكده؟ لا يا فندم، محل لبس بني ادمين. يعني اللي بيخش بيتلبس بالظبط. على فكره بقى فخر، انا اشتريت. هو ده العفريت اللي اقدر اطمن على اختي معاه.